عليكم ورحمة الله. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. عملنا النهاردة أكلة حلوة جدا كلنا بنحبها. عملنا الكشري المصري. عملناه بطريقة سهلة وبسيطة، ما خدش مني غير نص ساعة بس. شايفين الجمال؟ الكشري كان طعمه جميل جدا. جربوا الطريقة وإن شاء الله هتعجبكم. تعالوا بينا نخش على المقادير ونشوف احنا عملنا ايه. دول 3 بصلات كبار، قطعتهم جوانح رفيعة جدا كده بالشكل ده، وحطيت عليهم معلقتين كبار من النشا. هقلب البصل مع النشا شويه كده، هغلف البصل كله بالنشا. وعندي بقى زيت حطاه على النار عشان يسخن، ده الزيت اللي هنعمل بيه كل الكشري. هنزل بالبصل كده في الزيت وهحمر فيه شويه. اول ما هياخد اللون الذهبي هطلعه على مصفى، هصفيه وهيبقى بالشكل ده. سامعين القرمشه؟ تعالوا بينا بقى نحمر كمان العيش. ده عيش شامي، انا قطعته بالمنظر اللي احنا هنشوفه دلوقتي ده كده اهو. التقطيعه دي هحمره برضو زي ما حمرت البصل، وهطلعه على مصفى لغاية ما يتصفى، وهنشوف شكله دلوقتي هيبقى عامل ازاي. اهو شكله بالجمال اللي احنا شايفينه ده، خد اللون الذهبي. سامعين القرمشة برضو؟ هنرش عليه بقى رشة من الكمون ورشة من الملح، وهنسيبه دلوقتي على جنب عشان نشوف بقية المكونات اللي عندنا. عندي بقى حلة على النار، انا حاطة فيها مية علشان تغلي اهي. هضيف عليها معلقة كبيرة من الملح، وهضيف عليها مكرونة سباكيتي ومكرونة من الصغيرة خالص بتاعة الكشري. اول ما هتستوي هصفيها، وهحط في الحلة 3 معالق كبار من الزيت هيسخنوا قوي، وهنزل بالمكرونة في الحلة، اديها تقلبتين كده مع الزيت عشان تبقى مفلفلة وجميلة زي ما احنا شايفين. هنشيلها من على النار. وعندي بقى العدس انا غسلاه كويس، هضيف عليه مية سخنة كده وهسلقه نص سلقة مع رشة من الكمون ونص معلقة صغيرة من السكر. تعالوا بينا بقى نعمل الكشري. عندي كوباية الا ربع من الشعرية، هحمرها كده شوية لحد ما تاخد اللون الذهبي اهو بالشكل ده. هحمر فيها شوية لحد ما اوصل للون ده. كنت غاسلة بقى كوباية ونص من الرز، هضيفهم كده على الشعرية، هشوح فيهم شوية كده مع بعض، وهنزل عليهم بالعدس. دي كوباية من العدس، ده العدس اللي ادينا له سلقة صفيناه، وهنضيفه كده على الرز وعلى الشعرية. هضيف عليه رشة من الكمون ومعلقة كبيرة من الملح. هقلبهم كلهم كده مع بعض، وهضيف عليهم بقى المية المغلية. هظبط المية بتاعتي بقى، وهغطي على الرز والعدس لغاية ما يتشرب ميته اهو بالشكل ده. هنغطي عليه. هنا انا كنت نقلته على عين تانية، عين هادية شوية، شرب ميته. هنقلبه بقى ونضيف له شوية من البصل اللي احنا حمرناه الجميل ده، بيديله طعم حلو جدا. هنغطي عليه بقى ونوطي عليه ونسيبه لغاية ما يستوي. هنا كان استوى اهو بالشكل ده، بعد نص ساعة استوى بقى مفلفل وبقى بالجمال اللي احنا شايفينه ده، ريحته جميلة. تعالوا بينا بقى نعمل الصلصة. عندي حلة فيها زيت، هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم، هشوح في الثوم كده لحد ما ياخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه ده. هنزل عليه بمعلقتين كبار من الخل، وهنزل عليه بعصير طماطم، ده لتر من عصير الطماطم. هقلبها كده شوية وهغطيها عشان تغلي. اول ما هتغلي هتبلها بقى. هضيف عليها معلقة كبيرة، معلقة صغيرة بس مليانة من الملح، نص معلقة من الكمون، نص معلقة من الكزبرة، نص معلقة من السكر. هقلبهم كده واغطي عليها شوية، هسيبها تغلي غلوتين وهطفي عليها. دي بقى الدقة. عندي زيت، دول معلقتين من الزيت، ضفت عليهم معلقة صغيرة من الثوم، هديله تقليبة في الزيت، وهضيف عليه ربع كوباية من الخل، نص كوباية من المية المغلية، عصرة نص ليمونة، رشة من الكمون ورشة من الكزبرة ورشة من الملح. هتغلي الحاجات دي كلها كده معايا، هديها غلوة واحدة بس وبعدين هصفيها عشان انا خلاص مش محتاجة التوم. انا خدت نكهة التوم وخدت ريحة التوم، خلاص مش محتاجاه. تعالوا بينا
نعمل الشطه. انا هنا مكتره الزيت شويه عشان انا هعمل شطه زيت زي اللي بتتباع في المحلات او زي اللي بتبقى مع الكشري في المحلات بالشكل ده. هقلب معلقتين كبار من الشطه في الزيت، واول ما لونهم يغمق شويه هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الصلصه. هقلب تقليبه كده وهطفي عليهم. كده خلاص خلصنا الكشري. خد مننا نص ساعه بالظبط وطلع بالجمال اللي احنا شايفينه ده. انا كان عندي حمص مسلوق ضفته كده على الكشري اهو، شايفين الجمال. حطينا كمان العيش وحطينا الدقه، وادي الشطه الزيت. طبق الكشري في منتهى الجمال. جربوا الطريقه وان شاء الله هتعجبكم. وان عجبكم الفيديو لايك وشير.